مصر سينيغال. انا ما هناك ثقافه بالنسبه لبعض المنتخبات. بارك الله فيك. تراديسيونيل صحيح. لي فافوري ناتوريل لي تراديسيونيل تاع كان قيمه ثابته يعني ثابته، مرشح تقليدي وطبيعي في الكان. نيجيريا، كاميرون، سينيغال، مصر. اليوم بدات تسمع الواحد يقول لك ولا ما رحناش لا فينال ما درنا والو. على هكا تلعب وحدك. كاين نيجيريا اسنى دقيقه بالفاروق، كاين سينيغال رمي، ومن بعد تجي مصر، هادو اللي لعبوا لي دي لا فينال الاخرى، ومن بعد انتخر مروك ديمي فينال، وانتخر كاميرون اللي ربحوك كوت ديفوار، زيد نيجيريا، مالي. هذا المالي. اليوم انا راح نشوف فيها احسن نسخه منذ عقود. كل المنتخبات الكبيره موجوده. النسخه الاصعب من حيث الترشيحات. الاصعب نعم. لما يكون مستوى عالي صعب جدا تصعيب الترشيحات. تفضل فاروق. انا نقدر نقول لك كيما هضرنا على نيجيريا، بالك انت مدرب حسين وقرا حسين ومدرب، انت كي يجيبوا لك دي كرون جوار ابريسي المدرب كيفاش يعرف يتعامل مع المجموعه هذه. تكون تجيب لي ستار ويكون مدرب ضعيف شخصيه، ما تقدرش تسيطر على اللاعبين هذوما. مين هذوك تقول لي نيجيريا بهذو اللاعبين تقول لي ما راهمش ملاح، ما كاش منها. اللاعبين هذو او سيمان هذاك وحده يقدر يجيب لك المقابله. اوليزي وكذا عندهم لاعبين في المستوى العالي. ابريسي المدرب باسكو هذو اللاعبين كيجيك اوروبا سيتو تاع افريقيا يجوا بواحد لاروغونس كدايا. ابريسي المدرب. علاش حنا نجحنا معاه بالماضي؟ في الماضي نحالهم هذوما اللاعبين اللي قلت لك كيما كان نحالهم دوكا. ولا دوكا تشوف اسلام سليماني اللي راح منا، اسلام عنده الدور هو محرز كيف ما كان زعما يا ديفيرونس. واضح. والله سنتابع فقط يا مؤمن، لم يبقى الكثير من الوقت. سنتابع تدريبات منتخب أنغولا الذي سيواجه المنتخب الوطني الجزائري يوم الاثنين المقبل في افتتاح مباريات المجموعة. بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري منتخب أنغولا إذا يضع آخر اللمسات قبل مواجهة الخضر يوم الاثنين المقبل. طبعا كانت هذه أمسية اليوم. حتى أيضا منتخب بوركينا فاسو خاض تدريباته قبل مواجهة موريتانيا، طبعا عن نفس مجموعة المنتخب الوطني الجزائري. المنتخب البوركينابي الذي يعد الحلقة الأصعب بالنسبة للمنتخب الجزائري. تفضل. جميل. هو ملاعب تدريبات جيدة، أرضيات أنا نشوفها جيدة. هذا بقية دقيقة. تفضل حسين. قلت لك أنا نشوفوا أرضيات ميدان تاع تدريبات جيدة، تدريبات والملاعب الرئيسية المستوى. وهذا الشيء على بالك. الشيء المهم كله هو نوعية أرضية الملعب. قد ما تكون النوعيه جيده. لا الشيء اللي كنا بعض كان يقول لك لا يعني او بالغ. سي لوتي دو ترافاي لو بلوز امبورطون. عندك زين وحاجه. احنا كنا نوصلوا لافريقيا باش نلعبوا، اول حاجه ندخلوا يشوفوا الملعب جيب على بالنا بلا نجيبوا. هذه اللاعبين لاعب يدخل الملعب يروح ولا شفتوا انتم كنتوا تشوفوا اللاعبين يدخلوا قبل مقابله يدخلوا اش يدخلوا يشوفوا الارض. طبعا الحديث سيكون طويل وعريض في الايام المقبله ان شاء الله. بس برك نترحموا على زماموش رحمه الله. زماموش انا كذلك نعزي عائله زماموش وامين. انا هذا ويسمع في الحصه على كل حال. صح. ان شاء الله نكلموه ونعزيوه هو وخاوته وان شاء الله ربي يرحمها ويجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. كنت سعيدا بتواجدكم معنا.